تحية طيبة لكل المتابعين. حلقة اليوم حلقة متميزة في تاريخ المغرب وفي تاريخ منطقة المغرب العربي. يتعلق الأمر بمعركة أمقالة، أسبابها، عوامل اندلاع الحرب ونتائجها. من طبيعة الحال معركة أمقالة لها سياقان، سياق داخلي وسياق خارجي. السياق الخارجي هو الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أرخت بظلالها على منطقة المغرب العربي. أما السياق الداخلي فالمغرب يعرف في هذه الفترة أو عرف في هذه الفترة انقلابين متتاليين على نظام الحسن الثاني في بداية السبعينات، وكذلك الأزمة السياسية المتشنجة داخل المغرب وقيام الحسن الثاني بالمسيرة الخضراء لاسترجاع الصحراء المغربية. إلى هنا يكون السياق الداخلي يعطي ملمحا عاما عن عن الأجواء السياسية داخل المغرب، والذي فوجئ بسنة 1976 بهجوم جزائري على منطقة أمقالة. هذه المنطقة التي حاول فيها الجيش المغربي بكل بسالة أن يتصدى لهذا الهجوم المفاجئ ويرد الطيران المغربي، والنتائج التي كانت على الأرض بحيث تم أسر أزيد من 100 جندي وضابط في هذه المعركة، وتراجع الجيش الجزائري بعد انسحابه أمام الضربات المتوالية للجيش المغربي. وهذه المعركة خلفت جرحا عميقا لدى الجيش الجزائري، وكذلك لدى جبهة البوليزاريو، أن المغرب تمكن من استعادة المنطقة والتمكن منها بشكل جيد. إلى هنا نبقى مع هذه الحلقة المتميزة من تاريخ المغرب ومن تاريخ منطقة المغرب العربي، ومعركة حاسمة على أكثر من مستوى وعلى أكثر من صعيد. ابقوا معنا، لا تذهبوا. معركة أمقالة تعد واحدة من أبرز المحطات التاريخية التي شهدتها العلاقات المغربية الجزائرية، حيث اندلعت في 27 من يناير 1976 بين القوات المسلحة الملكية المغربية والجيش الجزائري المدعوم بعناصر من جبهة البوليزاريو. هذه المعركة جاءت في سياق التوترات السياسية والعسكرية التي كانت قائمة بين البلدين بسبب قضية الصحراء المغربية، والتي شكلت محور للصراع ببعده الإقليمي والدولي. في تلك الفترة كانت الجزائر تدعم جبهة البوليزاريو التي تسعى لإقامة دولة مستقلة، وهو ما رفضه المغرب بشدة باعتباره جزءا لا يتجزأ من أراضيه، وأن الصحراء مغربية على مدار التاريخ. وقد شهدت أمقالة مواجهات عنيفة بين الطرفين، حيث تمكن الجيش المغربي من صد الهجوم الجزائري وأسر أكثر من 100 جندي بينهم ضباط، مما شكل ضربة قاضية وقوية لعسكر الجزائر في تلك المواجهة. وفقا للإحصائيات المتوفرة، أسفرت المعركة عن وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى من الجانبين، حيث تكبد الجيش الجزائري خسائر كبيرة في المعدات والأفراد، بينما تمكن الجيش المغربي من الحفاظ على مواقعه وتعزيز سيطرته على المنطقة. وقد لعب الطيران المغربي دورا حاسما في هذه المعركة، حيث قام بقصف مواقع المدفعية الجزائرية وقتل الضابط المسؤول عنها، مما أجبر القوات الجزائرية على التراجع وترك المعدات العسكرية خلفها. هذه المعركة لم تكن مجرد مواجهة عسكرية، بل كانت تعبيرا صارخا عن الصراع السياسي العميق بين البلدين، حيث أرسل الملك الحسن الثاني رسالة إلى الرئيس الجزائري هواري بومدين يعبر فيها عن استغرابه من وجود القوات الجزائرية في أراضي مغربية وفي أمقالة تحديدا، والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الأراضي المغربية.
وقد أشار الملك في رسالته إلى أن هذه المواجهة كانت نتيجة لنية مبيتة من الجانب الجزائري للقيام بعملية تدمير واسعة النطاق. من جانبها قدمت الجزائر رواية مختلفة عن المعركة، حيث زعمت أن القوات الجزائرية كانت تنقل معونات إنسانية للبوليزاريو، وأن الجيش المغربي نصب كمينا لهذه القوات. هذه الرواية تعكس التباين الكبير في وجهات النظر بين البلدين حول الأحداث التي وقعت في أمغالا. معركة أمغالا لم تكن نهاية الصراع بين المغرب والجزائر، بل كانت بداية لسلسلة من المواجهات السياسية والعسكرية والاستخباراتية التي استمرت لعقود ولا تزال إلى يومنا هذا. وقد تركت هذه المعركة آثارا عميقة في العلاقات بين البلدين، حيث أصبحت رمزا للتوترات المستمرة بينهما. وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة على هذه المعركة، إلا أنها لا تزال حاضرة في ذاكرة الشعبين المغربي والجزائري، حيث تعتبر جزءا من التاريخ المشترك الذي يجمعهما. في النهاية يمكن القول إن معركة أمغالا كانت محطة فارقة في التاريخ الصراع المغربي الجزائري، حيث أظهرت قدرة الجيش المغربي على الدفاع عن أراضيه في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، كما أنها كشفت عن عمق التوترات السياسية والعسكرية بين البلدين، والتي لا تزال تلقي بظلالها على العلاقات الثنائية حتى اليوم. هذه المعركة ستظل درسا في التاريخ العسكري والسياسي للمنطقة، حيث أظهرت قوة الجيش المغربي وأهمية الوحدة الوطنية والدفاع عن أراضي المغربية بالغالي والنفيس في إطار مواجهة التحديات الخارجية. المشاهدين، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.